السلام عليكم بنات. اليوم جبت لكم وصفة غزالة ديال الكبسة على طريقتي، كتجي ساهلة وسريعة في التحضير. تابعوني خطوة بخطوة باش تجيكم بحال ديال المطاعم او احسن، وخليوكم حتى الاخير باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكبسة ديالنا. فاول حاجة غادي نديرو زيت البلدية ولا الزبدة. من بعد غادي نضيفو البصلة وغادي نضيف الثوم، وغادي نخليو البصلة كتدبال وتحمر حتى كتعطينا داك اللون الذهبي. من بعد كنضيف معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، وكنضيف الفلفله والطماطم. ومن بعد غادي نضيف التوابل باش كيطلقوا ريحه زوينه في الكبسه ديالنا. اول حاجه درت قرفه عواد والقرنفل والهيل، حبات ديال الهيل وورق الغار. ودابا غادي نضيفوا الدجاج وغادي نزيدوا عليه التوابل اللي بقاو ونخليوه باش يشرب النكهات. هنا كنضيفوا الحامض المجفف والفلفله حاره. بالنسبه للتوابل عندنا الخرقوم البلدي، القرفه، الكمون، سكينجبير، ابزار والملح والقزبر يابس مطحون. هنا راه نسيتو حتى من بعد غادي نزيدو وكنحركوا التوابل مع الدجاج. ودابا غادي نضيف المغليان وغادي نخلي الخليط تيغلي ويطيب الدجاج ديالنا مزيان. ودابا غادي نحيد الدجاج باش نحمرو. ودابا غادي نزيدو الروز. بالنسبه للروز استعملت الروز بسمتي، انا راه غسلته مزيان وخليته حتى نشف، عاد زدته مع المرق ديالنا وغادي نخلطو وغادي نغطيو ونخليه حتى يطيب على خاطرو. من بعد داك الدجاج كندهنوه بالزبده ولا الزيت ولا تقليوه في الزيت. المهم كل واحد على حسب كيفاش الطريقه اللي بغا. انا غادي ندهنو بالزبده وغادي ندخلو الاير فراير نخليه يتحمر. وهنا الروز ديالنا من بعد ما طاب، الروز كيجي حبه حبه ما شاء الله، جات زوينه، الريحه ديالها كتشم من برا. المهم طريقه التقديم كل واحد كيفاش كيقدمها، تقدري تقدميها مع شويه ديال اللوز من الفوق ولا الزبيب على حساب كل واحد. انا قدمتها بطريقه عاديه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكبسه. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها في الدار. الا جربتوها ما تنساوش تخليو لي تعليق وقولوا لي النتيجه، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد وبصحه وراحه.